بقول لك يا بكار، ايه يا حبيبي؟ هو العقم ده مرض وراثي؟ يعني لو واحد ما بيخلفش عياله يطلعوا ازاي ما بيخلفوش؟ لا، ده حاجه بتاعت ربنا. انت مثلا تكون ما بتخلفش، عيالك يطلعوا بيخلفوا. بس اهم حاجه ان انت تحمد ربنا على اللي انت فيه. الحمد لله. بتخلف او ما بتخلفش، الحمد لله. تستاهل الحمد. انا راح اجيب طلب من هنا كده واجي. عايز حاجه؟ لا يابا تسلم. ما تعمل لي شويه شاي ابو مالك بعد اذنك. خليها له مانجا على حسابه. تمام يا استاذ. ثانيه واحده. ايه يا ابني؟ 200,000 جاهزه في المكتب، 220 بمرزقة. هتشغلهم تاني الشهر ده؟ طب عدي على المكتب خد ال 20 وسيب ال 200. ده الكلام بانه معاك على فلوس. ده فلوس بلدك مستغنى من خيري، ده انا مركبهم عربيات واللي اشترى بيوت. طب واحنا عايزين نركب عربيات برضه ونشتري بيوت. لا ده انت كده بقى تعدي عليا في المكتب، ده الكارت بتاعي وعدي عليا في المكتب. معالي الباشا، جيت لك يا باشا اهو، عايزين نشوف بقى الدنيا بتقول ايه. نور. بنورك يا معالي الباشا، عايزين نفهم بقى الدنيا بتقول ايه معاك. بص انا نص البلد اللي باخد منه 500 بديهم له 600، واللي باخد منه مليون بديله مليون و200، كل 20 يوم بياخد مليون و200. عايز تشغلهم بتشغلهم، مش عايز تشغلهم تاخد الفلوس كلها على بعضها مفيش مشكله. يا نهار ابيض، مليون و200؟ هو انت شغلك ده عباره عن ايه يا باشا؟ شغل عباره عن عربيات بجيبها من الجمارك، تبقى محجوزه في الجمارك، انا اللي بخلصها وبرزق من وراها وبرزق الناس حوالين مني، كله بياكل عيش. وانا حلت 100,000 جنيه وعايز اخش بيهم، اخدهم 120,000 كده على حسابي. وانا مش هقول لك لا، تعالى في نفس المكان بعد 20 يوم. فات 20 يوم بالتمام والكمال. كنت مجهزهم لك، ادي ال 100,000 بتوعك وادي ال 20,000 المرزقه. بس عايز تشغلهم تاني اشغلهم لك، وكل ما تجيب لي واحد هتاخد عليه مرزقه. طب يا عم انا لو كده ممكن اخد ال 20,000 وال 100,000 دول هسيبهم معاك اشغلهم واجي لك كمان 20 يوم، وهدور على حد برضه 2 3 اصحابي ولا كده ايه اجيبهم لك ونرزق من وراك. كل واحد هتاخد مرزقه. يا عم حلوه يعني. كلام جميل. استاذنك انا معالي الباشا. اذنك معاك. قلب اخوك. حبيبي يا كابتن، عامل ايه؟ الحمد لله يا اخويا. بقول لك انا وقعت في صفقه جميله جميله جميله. صفقة ايه ده؟ دخلت مع راجل مستثمر اديته 100,000 جنيه، بعد 20 يوم لقيته بيديني 120,000 جنيه. لا والله. اه والله يعني حاجه فوق الجمال. سبوبة جميلة والله يا كابو، بس الشغل ده حلال ولا حرام؟ ايوه يا عم حلال، ده راجل بتاع جمارك بيجيب عربيات من الجمارك وبتاع، وبنديله الفلوس بنسند معاه وبنرزق، يعني كلها بالحلال. يا كابو يا اخويا احنا عايشين بالحلال. هو عندنا الحمد عيال. لله. يابا هي في الحلال. والله يا اسطى يا سبوبة حلوة، بس انا مش معايا فلوس حاليا، لسه جايب الفلوس كلها بتوعها. خساره. طب والعربيه دي ايه؟ العربية دي يا اسطى هي اللي املكها في الحياة. طب ما تخش بيها. ما حدش غيرها. طب ما تخش بيها. خش بيها. العربية دي تعمل لها 500,000. يعني انت على 500,000 بعد 20 يوم ترزق ب 100,000، يعني يبقى معاك 600,000. ده في 20 يوم بس. لا والله. احنا ممكن نجيب عربية ده انت كده. هتجيب اجدد منها والفلوس هتلعب معاك. يا عم ما حدش غيرها بقول لك. بقول لك هي ما فيش غيرها. في رقبتي انا الفلوس دي هترزق ب 100,000 جنيه في 20 يوم، عيب عليك. يعني اسالك انت. سألني انا في رقبتي. يعني اسالك انت. في رقبتي. اسالك في 600,000 كمان 20 يوم يا كابو. 20 يوم بالظبط تيجي تسالني في 600,000 جنيه. العربيه يا اسطى موجوده ورخصها موجوده اهي، وكمان 20 يوم اسالك في 600,000 يا كابو. كلام جميل يا عم، وبعد 20 يوم هتلاقيني انا اللي برن عليك واقول لك خد 600,000 جنيه. ماشي يا كابو. ماشي. عربيه يا اخويا. بكار البلد. حبيبي. بقول لك ايه؟ قلب اخوك. بقول لك ايه؟ قول يا صاحبي. انا وقعت على صفقه بملايين. الراجل. ربنا صفقه بملايين. ايه الصفقه وقعت دي؟ على راجل جدع، قعدت معاه كلمني في فلوس وبتاع، وانا ما جاش معايا الكلام في الاول. فالمهم انا اديته 100,000، خدتهم 120,000 بعد 20 يوم. يا نهار ابيض. ربنا اديته 100,000 120,000 بعد 20 يوم. واداك بعد 20 يوم اداك 20,000. 20,000 جنيه مكسب زي السلام عليكم، ده الواحد مش لازم ايه يشتغل. ده مكسب ال 100,000. تخش معايا ويبقى الحوار ده ما بيننا. الراجل ده موثوق منه. عيب عليك في رقبتي. يعني اسالك في حاجه عندك. بقول لك في رقبتي. عيب معاك عليك. 300,000. يعني انت تعمل لك 60,000 في ال 20 يوم يا بكار. جدع. يعني كل 20 يوم هاخد 60,000. 60,000 جنيه عدا ولا ردا. راح اجيب لك ال 300. روح هاتهم ومالكش دعوه بالباقي. اسالك عندي فيه. رقبتي. خلصان. عيب. راح اجيب لك واحد. ماشي. ازيك يا حاج علي؟
هاي عامل ايه؟ الحمد لله. انا شغلك في سبوبه من اللي بتجيب فلوس، انا عارفك تعشق الفلوس زي يعني ايه. سبوبت لي خير. انا دخلت مع راجل اديته 100,000 جنيه، بعد 20 يوم اداهم لي 120,000 جنيه. الله الوكيل. الله الوكيل. طب دخلني معاه. ادخلك، ما انت حالتك قد ايه يا شيخ علي؟ الله الوكيل لسه باع البقره ديك النهار ومعاه لغايه 50,000. 50,000 ده انا قلت تتلاقي معاك بنص مليون ولا حاجه. يوه اجيب منين طيب؟ ال 50,000 دول بعد 20 يوم هتاخدهم 55,000 جنيه. الله الوكيل. الله الوكيل، من غير اي شقه ومن غير اي تعب. تضمنهم؟ في رقبتي عيب يا شيخ. تضمن. في رقبتي. تمام. تعال نجيب الفلوس. تعال نجيب الفلوس. خير يا خير يا خير عم الناس. ايوه ده خيري حبيبك ابو. انا وقعت في صفقه خيري ومش مصدق نفسي. اديني يا صاحبي. وقعت في راجل مستثمر كبير اديته 100,000 جنيه، عدى ال 20 يوم لقيته بيقول لي خد يا كابو 120,000 جنيه. كسبت 20,000 جنيه في 20 يوم. ازاي؟ انت لاقي فلوسك في الشارع؟ لا مش لاقي فلوسي في الشارع، انا قعدت مع الراجل. ما تعرفوش فلوس؟ يا عم بقول لك راجل محترم، ورحت له المكتب بتاعه ومعاه فلوس الدنيا بتاعته ايه فوق الجمال. بعدين يعني اديته ال 100,000 جنيه، بعد 20 لقيته راح جاي رصص لي كده 120,000 جنيه. كسبت 20,000 جنيه زي السلام عليكم. الفلوس دي حلال يا صاحبي؟ في حلال يا عم، انا سالته في حاجه زي كده دي تفوتني. الراجل ده شغال في العربيات والجمارك وفلوسه فلوسنا بيشغلها وناخد نسبه. تشارك؟ صاحبي انت عارف اللي فيها. تشارك. انا مش معايا فلوس، هم القرشين اللي انا عينهم عشان خاطر العيال والزمن، بس ما فيش حاجه والله. ما عشان العيال والزمن، بدل ما يبقى معاك كده يبقى معاك كده، يعني زود طور. الدنيا بتغلى، الذهب ب 6,700 باين. بص يا كابو، انا مش معايا غير 70,000 جنيه عينهم للعيال للزمن، بس انا خايف يحصل اي حاجه ابقى على الحديده خالص. في وشي عيب. ال 70,000 دول هيرجعوا لك بقى. انا في وشي بقول لك. انت اللي متصدر؟ هيرجعوا لك 85,000 جنيه. طيب هات الفلوس. صلي على النبي يا صاحبي. على الصلاه والسلام. انا لا هقول لك امضي لي على وصف ولا الكلام من ده. عيب عليك انت بس اخ. انا عارف انت كابو، لو الفلوس ما جاتش هاخدها منك ازاي. عيب عليك، بقول لك في وشي يا عم، عيب اللي انت بتقوله. طيب انا الفلوس هحطها على محفظه كاش، فودافون كاش. الفودافون. مش معاك عندي محفظة؟ محفظه، استنى ارن لك على الراجل. طب رن عليه ماشي. الو يا عمنا، في واحد دلوقتي ابعت لك 70,000 جنيه يا عم. ماشي على رقمك ده اهو. خد يا باشا الرقم اهو. هيرجعوا لي كام يا كابو؟ 85,000 جنيه. ماشي. اكتب الرقم اهو. وصل يا كابو. وصل يا باشا. وصلك يا بقى؟ ماشي وصلك خلاص. تمام ماشي يا عمنا. ماشي كده بعد 20 يوم اعدي عليك اديك 85,000 جنيه. خير يا خير يا خير يا عم الناس. هتولع وهترزق. خير يا خير يا خير، قلت لك هتولع مستنيك يا وهترزق. صاحبي بقى. الميعاد اهو، ما فاتش مستنيك الا يا 20 يوم صاحبي. بالظبط. لا هو فات ساعتين. فات ساعتين. 20 عندي يوم دول. وساعتين. عندي قاعد دول. قلقان الساعتين. ايه بجد؟ طمني. مليني رقمك كده، ابعته لي على الواتس. ده بجد؟ ابعت لي بس رقمك على الواتس. هو رقم الواتس اللي عليه المحفظه. يا عم انت، ابعت لك رقم على الواتس، حول عليه دلوقتي ال 85,000. يا فرج الله. والله العظيم كنت قاعد خايف تكون نصبايا. عيب عيب، انا عارف ان انت الحمد حاطط ايدك لله. على قلبك دلوقتي. طيب بص كده. بص انا الرساله جت. 85,000 جنيه، ما جبتش معاك ورق. 15,000 جنيه من غير اي حاجه في 20 يوم. في 20 ده يوم انا ما بس. بعملش رباهم. تعوز مني حاجه؟ لا انت كده تسلم. اهلا مسا عليك. لو عاوز تسلم. تشغل فلوسك تاني انا معاك. طيب ماشي نشوف الموضوع ده. ماشي قشطه عليك. قشطه. ايه ده يا ولاد؟ 85,000 جنيه بجد. نبي تلاقي الواد كابو دون اصلا واخد زيهم او مخنصر نص الفلوس. طب ما انا معايا رقم الراجل، هرن عليه مباشر واديله انا الفلوس واخد الفلوس كلها لوحدي. هرن عليه. هو ده الرقم. الو السلام عليكم. بقول لك يا باشا، انا اللي لسه باعت لي الفلوس دلوقتي حالا. انا محل المستر اللي على الكوبري، ممكن بس تعدي عليا دقيقه واحده؟ خلاص ماشي في انتظارك. خير. مساء الفل يا غالي. انا اللي بعت لك 70,000 جنيه من 20 يوم، وانت دلوقتي بعت لي 85 تبع سعيد قبض. انا دلوقتي عايز اعرف الدنيا ماشيه ازاي والحوار ماشي والحوار داير ازاي، علشان في حاجه حلوه ليا وليك ان شاء الله. مفيش مشكله، انت عايز تدخل مباشر منك ليا يعني على طول تنطر. طب انا احب الناس اللي زي كده. يا باشا بصراحه اصل هو عمل ايه يعني عشان ياخد عموله على الجاهز؟ انا عايز اخد كل حاجه لوحدي. فهمني بقى الحوار ماشي ازاي. ال 500 برجعهم لك 700 خلال 20 يوم، المليون برجعه لك 1,400,000 خلال 20 يوم.
انت بقى معاك كام؟ بص يا باشا، هو انا معايا ال 85 ومعايا المحل ده لو بعت المحل بالبضاعه بالارفف وبعت المحل نفسه يجيب لي حوالي 300,000. قول مثلا هديك 400,000 جنيه وهتصرف لك في المية، وهديك 500,000 جنيه. بس انت جاهز اجيب العقد وتاخد المحل؟ نمضي العقد يا عم. انا مجهز لك العقد يا باشا على امضة حضرتك على طول كده. انا ال 500,000 دول هاخدهم 700,000 كمان 20 يوم. بعد 20 يوم بالظبط يترن عليا. الله، امضي يا باشا. مبروك عليك المحل يا باشا. مبروك عليك المحل يا غالي. الله يبارك فيك. ايه يا صاحبيك، اول مره مش داخل بالخيله بتاعتك وخير يا خير؟ طلع كلامك صح، انت طلع كلامك صح. لا، كلام ايه اللي صح؟ الراجل اللي انا اديته الفلوس وعمال يرن عليه غير متاح. انت بتهزر يا كابو؟ ده انا عامل فلوس من الناس كتير. كابو ده انا بايع له المحل. ايه؟ انا بايع له المحل. باقي له المحل؟ اه انت والله. عطلت فيه ازاي؟ ما هو بعد ما انت اديتني 15,000 جنيه الارباح وخدت ال 85,000 جنيه انا كلمته وجالي هنا واتفقت معاه على شغل. انت بتهزر؟ بهزر ايه دي فيها لا، يبقى انت هزار؟ كده مشاركه يا باشا. شاركوا مين يا عم؟ ده انت اللي كنت بتنصحني. كابو انت بقى 500,000. انا ما خدتش منك نص حاجه. مليون جنيه؟ انت بتهزر؟ فلوس يا جدعان، ده رزق عيال.